السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم كلكم. رمضان كريم عليكم وين ما كنتم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. وسط ظروفنا الصعبة دي الفيديو ده يتعمل مخصوص عشان نتكلم فيه عن صناع الدراما السودانية في رمضان 2025 ونشكر كل الناس الشغالين في المجال ونوجه لهم رسالة دعم وتقدير. طيب الحلقة دي اتأخرت 3 يوم والمفروض هي كانت تنزل من قبل 3 يوم. حتى في بعض من فريق الإعداد اختاروا إنه الحلقة دي تتأجل لسبب تأخير. لكن الحمد لله بعد ما قعدنا وصلنا لقرار انه نصور الحلقه دي ل3 اسباب. السبب الاول عشان عاوزين نوجه رساله دعم وتقدير لاخواننا صناع الدراما السودانيه. السبب الثاني عشان عاوزين نوجه رساله ايضا لاخواننا واحبابنا صناع المحتوى النقال واصحاب المنشورات المستعجله على السوشيال ميديا عموما. اما السبب الثالث لانه رمضان لسه ما زال في العشر الاول وان كان زمن الحلقه اتاخر وما زالت حلقات المسلسلات منوره الشاشه وما زالت التعليقات ايضا مستمره الى الان. فلو انت عاوز تسمع الرسائل اللي احنا عاوزين نوجهها خليك معنا بعد الانترو عشان نكمل الفيديو. طيب انا عاوز ابدا الكلام لاخواننا المخرجين السودانيين واقول لهم يا اساتذه يا صناع الدراما السودانيين انتم نبض الفن وسر الابداع. بلمساتكم تحيي المشاهد وتصنع الروائع. فلذلك وبذلك نقول لكم شكرا لما بذلتموكم من الجهد، لأنه في ظل الظروف القاسية دي قدرتوا تنتجوا لنا مسلسلات تعبر عن الحرب والنزوح وتلمس قلوب الناس، فده في حد ذاته إنجاز كبير وانتوا لازم تكونوا فخورين به وما تخلوا أي نقد سلبي أو جارح يحبطكم ويوقف مسيرتكم، لأنه أي عمل فني عنده إيجابيات وعنده سلبيات. المهم نستفيد من التجربة ونرمي قدام. في أسر حتبيت في الشارع، ما يباتوا في الشارع يا عم، انت مالك؟ نحن السودانيين يا عصام يا نموت سوا يا نعيش سوا. متمردين. مستنفر يعني شنو؟ مستنفر يعني زول فارس ضحى بكل شيء عشان البلد. ما شاء الله ما تأخرتي. وديني البيت يا متولي. انت عندك شنو في الشركة دي يا سمونة؟ أنا هسه زهقانة ما دايرة كلام كتير. ما فيها. أنت جابك شنو؟ جيت أشوف الحاج ده. تفضل. أصحى يا ترس حربك بس. اسمعي يا ندى يا اختي، انت راجلك ده وضع ترجع لي يعني ولا فهمك شنو ولا قصتك شنو؟ ارجع له؟ والله لو انطبقت السما دي مع الارض ما ارجع لي. حلوة شديد، حلوة خالص حبيتها. الهيشة العصيدة دي ده عصيرة؟ حلوة شديد. لا العصيدة دي حلوة أحلى. دي ما عصيرة. ليش تقولي ونحن بناكل؟ بدل المكتب دقيقة يا صاحبي. الزول ده التانيين وريناك ده كله شو صح؟ عارف لا ناقش الدنيا بقدر رندك له وبعمل لك له في مظلوم وحقي مهضوم والدنيا عارف بس كذب له هم شو يقول لي 56 ده ولا 56 دي لازم تجيب. لا يا حسن يا اخي عادي يا صديقي يا اخي ولا يهمك يا اخي. طالما ده اسلوبك امشي لاهي جاي تترجل علي انا يا دلدل صفا. طيب هل سألنا أنفسنا كيف يتم إنتاج فيلم قصير مدته ساعة أو نصف ساعة أو حتى حلقة من حلقات مسلسل؟ يا جماعة فيلم مدته 30 دقيقة أو حلقة ممكن يتم تصويره أو إنتاجه في أسابيع وأحيانا شهور، لكن للأسف الشديد كثير من الناس ما بيقدروا المجهود وبكل برود وبدون مراعاة أي مجهود للناس دين بيعملوا من الموضوع ترند ويناقضوه في السوشيال ميديا بحجة مراجعة المسلسل. لكن الكلام ده بيرجعني مرة ثانية لأساتذة الفن وصناع الدراما السودانية. أقول لكم النقد والانتقاد جزء طبيعي من أي عمل فني، لكن نصيحتي لكم ما تخلوا أي نقد سلبي يأثر فيكم،
حاولوا يستفيدوا من الملاحظات البناءة ويتعلموا منها عشان ما تطوروا أعمالكم الجاية. أما النقد الجارح والحادم اتجاهلوه تماما لأنه ما بيضيف أي قيمة للعمل. كمان ما أنسى أشكر كل طاقم العمل من الممثلين والفنيين والناس الشغالين خلف الكواليس. لولاكم ما كانت الأعمال دي طلعت للنور. تعبكم واضح ومقدر وكلنا شايفين مجهوداتكم الكبيرة. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في مشواركم الفني. ما تكيفوا، واصلوا تطوركم. الدراما السودانية محتاجة لجهدكم عشان ما تنحط وتوصل لمكاناتها الحقيقية. طيب، وهسه عاوز أوجه كلامي لصناع المحتوى المقال وأصحاب المنشورات المستعجلة على السوشيال ميديا عموما. رمضان كريم عليكم. أشكركم على اهتمامكم ومتابعتكم للأعمال دي. وأقول يا جماعة، النقد والمراجعة دي حاجة مهمة جدا جدا لأي عمل فني. لكن للأسف الشديد النقد اللي احنا بنشوفه هسه أغلبه سلبي وأحيانا كمان فيه استهزاء واستفزاز، والحاجة دي أبدا ما بتساعد في تطور الدراما. النقد الحقيقي لازم يكون محترم ويهدف لتطور العمل، مش تقليل مجهود الناس اللي شغالين عليه. لما تجوا تراجعوا أي مسلسل حاولوا شوفوا الإيجابيات أول، وبعد ذاك تتكلموا عن السلبيات بكل احترام. وكمان للأسف الشديد في ناس كثيرة بتكتب منشورات نقدية مستعجلة، وواضح إنهم ما بيعرفوا أي حاجة عن فن النقد أو المراجعة. النقد ما معنى إنك أنت تستحسن أو تقلل من تعب الناس. النقد عنده قواعد وأصول. تجي تنقد أي مسلسل أسأل نفسك، هل القصة كانت كويسة للناس؟ كيف كان أداء الممثلين؟ هل الإخراج خدم القصة؟ هل في رسالة واضحة وحاطة؟ بالطريقة دي ممكن تقدم نقد محترم ومفيد. خلونا ناخذ مثال عن نقد الأعمال الدرامية العامة زي المسلسلات التركية أو الأمريكية. لما ينقدوا بيبدوا بالإيجابيات زي جودة التصوير، تمثيل الممثلين أو جمال القصة، وبعد ذلك بيتكلموا عن النقاط السلبية بكل احترام، زي الحوار كان ضعيف في بعض المشاهد أو الإيقاع كان بطيء شوية. الطريقة دي بيقدم نقد مفيد وما بيحبط الناس. وفي النهاية لازم كلنا نضيف نفسنا مع الدراما السودانية. دعمنا لهم وتشجيعنا لهم هو الطريق الوحيد لرفع مستوى الصناعة. المخرجين والممثلين وطاقم العمل كلهم محتاجين للدعم بتاعنا كجماعة. في الختام أتمنى إن رسالتي تكون وصلت لكم. الدراما السودانية هي جزء من هويتنا، وإحنا كلنا لازم نكون جزء من نطاقها، سواء كنا صناع محتوى أو جماعة. وإن شاء الله نشوف إبداع أكثر في السنوات الجاية. شكرا لكم على المتابعة. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. رمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.